أخيرا الزمالك يسدل الستار على ملف المدرب الجديد. الحوار خلص بسرعة، بس الصراحة يعني من إدارة الزمالك حاجة مش متعودين من عليها من مجلس إدارة نادي الزمالك. بس ربنا يستر ويكون اختيار جيد، وفكروا في الاختيار ده قبل ما يطلعوا للعلن ويتموا الاتفاق. والاتفاق حصل على 6 شهور. بس قبل ما نبدأ، الفضل رئيس الأمر الأول مرة شفنا تشترك في القناة ومشترك على بالك الجميل، وقول لي رأيك في المدرب ده في الكومنتات. يلا بينا نبدأ الفيديو. الزمالك تم تعاقده خلاص مع جوروس، المدرب الزمالك السابق اللي تولى الزمالك في 2019 وكان بمستوى رهيب. كان الزمالك متألق، قهر كل الفرق، قهر الهلال السعودي في السعودية وخد منه كاس السوبر المصري السعودي في وسط ملعبه وفي جماهيره، وقدم أداء كان رهيب. الزمالك كان محدش كان قادر عليه بصراحة لغاية لما تدخل الموسيقار وقرر يهد كل حاجة، وفعلا هد كل حاجة عشان مش ياخد مكافأة الدوري. كلنا عارفين طبعا الحوارات بتاعت المستشار الكتيرة، وبسببه خسرنا الدوري في آخر 3 جولات. الزمالك قرر بقى يعيد الجولة تاني مع جوروس كان من حوالي سنتين كده، كان ماسك عضو في مجلس إدارة في نادي بازل، يعني بطل تدريب آخر فترة كان في نادي الشالكة، وقبلها في أهلي جدة السعودي، واخر حاجة في شالكة. الاداء والنتائج ما كانتش هي، بس اصلا هو رايح في وسط الموسم وكانت اصلا الاداء والنتائج كانت سيئة برضو. بطل بعدها التدريب ومسك عضو مجلس إدارة نادي بازل لغاية دلوقتي. ما الزمالك فوضه، قرر اتمام التعاقد معاه لمدة 6 شهور قابل للتجديد موسم آخر. هل هينجح؟ انا مش حاسس، وخايف من تجربة الزمالك كتير نجيب مدربين فترة تانية تبقى ريسك. الحوار بيبقى ريسك. نجحنا مع فيريرا تاني، بس مش عارف، ربنا يستر. هي حاجة حلوة ان هو عارف الاجواء الافريقية، عارف الدوري المصري، عارف اللاعب نادي الزمالك والاجواء داخل نادي الزمالك والصعوبات اللي بيقابلها نادي الزمالك عموما. فان شاء الله نتمنى التوفيق لنادي الزمالك، ومش هنحكم عليه اكتر من كده وهنتكلم. بس انت شوف، انت قول لي رايك. ان جيروس عمره كبير، بطل بقاله سنتين، ايه رايك في الحوار ده؟ فضل رئيس امرا لاول مره شفنا برضه خلعنا باللايك الجميل والاشتراك، وقول لي رايك في جيروس، هو افضل حل ولا كان في حلول تانية؟ سلام.